سوريا بلد عربي، سوريا شعب كريم، سوريا فتحت حدودها لكل اللاجئين العرب ولم تقم مخيما واحدا، فتحت صدرها وقلبها وبيوتها لأكثر من 1.5 مليون عراقي، استقبلت أكثر من 350 ألف لبناني عندما وقعت الحرب في لبنان. سوريا هي الدولة الوحيدة التي كانت تستقبل العرب بدون أي إقامات ولا تأشيرة دخول. الآن يعني المصيبة أنه الدول العربية تدير وجهها على الطرف الآخر، يعني لا يفعل شيء على الإطلاق بالنسبة لهؤلاء اللاجئين السوريين. لماذا لا يفتح؟ لماذا يعني تستقبل ألمانيا 850 ألف لاجئ والمملكة العربية السعودية لا تستقبل لاجئا واحد، الكويت لا تستقبل لاجئا واحدا، الإمارات لا تستقبل لاجئا واحدا؟ يعني ليش؟ مش عرب؟ مش إحنا أولى فيهم؟ احنا اولى بالسوريين، مش المانيا ولا فرنسا ولا المجر. هؤلاء لو وجدوا البيوت العربيه مفتوحه امامهم ما ذهبوا الى المانيا ولا ذهبوا الى فرنسا ولا ذهبوا الى اي بلد. وبعدين هؤلاء السوريون يا استاذ توفيق، هؤلاء ليسوا عالة على أحد، من أنشط الشعوب العربية ومن أذكاها ومن أكثرها إبداعا. يا أخي ذهبوا إلى مصر، حولوا مدينة 10 أكتوبر جنة والله جنة حولوها. ذهبوا إلى الجزائر أيضا، فتحوا مطاعم، فتحوا محلات سوبر ماركت. ذهبوا إلى السودان أيضا، يعني لم يكونوا عالة على أحد. ذهبوا إلى لبنان، شوف لبنان صحيح هناك فقراء لكن الآن بدأوا في الدائرة التجارية أو في محلات تجارية. أيضا في الأردن، تفضل على الأردن، شوف في بريطانيا يا سيدي. يعني هؤلاء لن يكونوا عالة على السعودية. لماذا نحن العرب الأغنياء؟ طيب الفقراء، والأردن فيش فيه مية واستقبل أكثر من 2 مليون سوري وقبلهم أكثر من 1 عراقي، ما في مية والله ما في مية. السودان استقبل 4 ملايين من إريتريا ومن أوغندا ومن الدول المجاورة. يا أخي طب لماذا لا تستقبل هذه الدول العربية وخاصة الثرية الغنية اللي ليل نهار بتقولنا هم حريصين على الشعب السوري وهم بدهم يخلصوا الشعب السوري من الطاغية وهم بدهم يلغوا على يعني. طب سنة بقول لك إنه إيران استولت، الشيعية إيران استولت على سوريا وحزب الله الشيعي استولى على سوريا. طب يا أخي هذول سنة والله عرب سنة. طب ليش ما تاخذوهم عندكم؟ طب طلعوا من البلد، هذول لا يبحثوا عن حياة كريمة، هؤلاء يبحثوا عن حياة فقط. يعني لماذا لا تفتح السعودية حدودها زي ألمانيا زي فرنسا زي المجر؟ لماذا لا تستوعب 500,000 أو 1,000,000 سوري مثلا لاجئ؟ لماذا لا تستوعب الإمارات 1,000,000؟ لماذا لا يعني تفتح أبوابها قطر ل1,000,000 آخر؟ بس هم يعني يحاربوهم في سوريا وممنوع يجوا إلى هذه الدول. هنا هي المشكلة الأساسية اللي احنا بنتحدث عنها. عيب اليوم الطفل هذا، الكل بيبكي على الطفل هذا، الطفل اللي غارق هو وامه واخوه. طيب يعني وين الكرامه؟ وين النخوه؟ يعني لماذا لا يستقبلوا يا اخي؟ لماذا لا يستقبلوا لاجئ واحد؟ طب لماذا هذا؟ نبعث لا الزعتري بعثوا فلوس للزعتري، بس كمان الاتحاد الاوروبي بعث فلوس المخيم الزعتري في الاردن. لكن ماذا فعل؟ يروحوا يشوفوا والله البنات السوريات حلوات نتجوزهم نستر عليهم. يا اخي خذوهم عندكم في السعوديه وفي الخليج واستروا عليهم يا سيدي، اتجوزوهم يا سيدي، بس خذوهم عندكم. بس تروح على الاردن بس يعني زواج لمده شهر، مسيار ولا مش عارف ايش، مسفار لمده شهر ولا مده شهرين بعدين تتخلوا عنهم. لا، هذا شوف، من تدخل في الازمه السوريه وارسل سلاحا للازمه السوريه يجب ان يتحمل مسؤوليه ما يجرى في سوريا.